هلا بنات حبيباتي صديقاتي غوالي قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بتمام الصحة يا رب. جيت اليوم وياكم فيديو جديد ومشاركة جديدة بسيطة، مشاركة بسيطة عشان اليوم من بيت أهلي. حبيت أشارككم وياه لأن كلش اشتاقت لكم، فقلت حتى ولو مشاركة بسيطة حتى أحكي وياكم. حبايبي شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون كلكم بصحة وعافية. طبعا كل مرة أني أقول بعد ما أنقطع منكم، لكن أكو ظروف شوية صحية تجبرني ما أبقى يعني على تواصل وياكم دائما، لكن أنتم بقلبي والله. هنا أنا راح أسوي تشريبة كبة برغل صفرة، خليت الدهن ودا أحمس بالبصل بيه. وهنا دا نقلي كباب عروق. حبايب ما عدت التجربة وياكم طريقة الكباب العجينة يعني أقصد، يعني مشاركتكم وياها من قبل حبايبي. بس أني كلش دا يصير عندي إحباط بسبب قلة المشاهدة واللايكاتكم الحلوة. أريدكم هالفيديو توصلونه أكثر عدد مشاهدات ولايكات، تفجروليا تفجير حتى يكون إلي واهس واندفاع قوي أنزل لكم كل ما هو جديد بحياتي وبيومي بإذن الله. لا تنسوني باللايك والاشتراك إذا كنتم من معجبين هذا الفيديو. هاي هنا راح أخلي قطعتين ماجي لحم وبهارات صفرة، وخليت شعرية الأندومي. طبعا صار طعم كلش طيب. وهنا بدأ يفور عندي التشريب ونزلت قطع كبة البرغل. هنا حبايب بلش التشريب يعني تستوي عندي ويا الكبة، وهيج كملت شوربة الكبة البرغل. طعمها كلش طيب صار. هيج حبايب كملنا عشان المتواضع وياكم، وإن شاء الله ينال إعجابكم ورضاكم. ولا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة كي يوصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. ولهنا أنهي فيديو اليوم وياكم، وسهمنا وسهمكم ألف مليون عافية يا رب. في أمان الله.